مساء الخير أو صباح الخير على حسب ما بتشوفونا، وأهلا بيكم في حياة المطبخ مع رشا. إن شاء الله هنقدم لكم كل جديد. أظن انتوا عرفتوا النهاردة هنعمل ايه. وصلي على الحبيب قلبك يطيب. زي ما شفتوا معانا كده هنعمل حمص شام، والخلطة السرية بتاعتها هقولها لكم في الآخر. هنا معانا ملح، معانا كمون، معانا بابريكا، معانا معلقة توم، معانا بصلاية. تمام. هنركن بقى كده على جنب. ومعانا هنا حمص الشام منقوع من بالليل وعملته الصبح. تمام. ونفش كده زي ما انتوا شايفين. عندك حلة بقى، عندك قدرة اللي هي بتاعة الفول، تقدري تعملي فيها ايه الحمص يعني وكده. بس اهم حاجة تنقعيه، يعني اهم حاجة تنقعيه، هيديكي نتيجة حلوة قوي ومش هياخد معاكي سوا. حمص الشام يعني شتا، حمص الشام اللي بنشربه على الكورنيش. هنا بقى نزلنا كل المحتويات، نزلنا حمص الشام، ومعانا هنا كوباية طماطم مضروبة في الخلاط ومتصفية. اهم حاجة تتصفى. تمام. هننزل بالمكونات دي كلها كده مع بعض. حطينا هنا ايه مع بعض؟ حطينا كمون، حطينا بابريكا، حطينا شوية هي بابريكا، حطينا معلقة توم مهروس، حطينا مع بصلاية صحيحة، ونزلنا بكوباية الطماطم، وحطينا مية سخنة. هنحطها على النار بقى وهنرجع لكم عشان نعمل معاكم الخلطة السحرية. هنا بقى معانا معلقة توم كبيرة. تمام. معانا هنا بقى شطة وكمون وشوية ملح، يعني معلقة توم كبيرة. هننزل كده بقى المحتويات دي كلها. احنا قلنا معانا شطة، معلقة شطة كبيرة جدا، هي شطة حامية قوي، ومعانا معلقة توم، معانا كمون. وهنعمل الدقة اللي بنبقى كده على الكورنيش وبنجيب كوباية الحمص ونقول له زود الدقة. هي دي الدقة بتاعت الحمص. حاجة نظيفة وحلوة. وبصراحة الجو بقى دخلنا على الشتا اهو. ومعانا بقى ليمون كتير. اعصري بقى بالعصارة ديت، اعصري بايدك، يعني المتاح عندك. المهم نعصر الليمون. هنخلص الكمية بقى كلها، نعصر واحدة واحدة كده. وتابعونا وحطوا لايك واشتركوا عشان يوصل لكم كل جديد، وكل حاجة هنعملها توصل لكم. تمام. لازم تحطي لايك عشان القناة تكبر وتوصل لأي حد، يعني أي حد يقدر يتفرج علينا. و... واللي يشترك يبعتها ل10 من صحابه، 10 من حبايبه ومن اخواته عشان نكبر القناة. وهتلاقوا كل مفيد هنا وكل جديد. وبجد يعني احنا ناس صادقين جدا معاكم، واللي بنعمله في بيتنا هو اللي بننزله لكم. هنا بقى حطينا كل المقادير، هنقلب حلو قوي قوي. حطينا ليمون كتير، تقدري تزودي شوية مية صغيرين لو انت حابة، بس هو كمية الليمون كبيرة. هنا بقى هنعمل ايه؟ اي ازازة عندك، اي ازازة، دي كانت ازازة كاتشب تقريبا، غسلها كويس ومتصفية. هنعمل ايه بقى؟ اي قمع عندك، وهنبتدي ننزل ايه الدقة السحرية اللي احنا عملناها بتاعت حمص الشام اللي بنشربها على الكورنيش. نزلت هنا بالمقدار كله. حابة قلتلك تزودي شوية مية عادي، هو الليمون مركز فعادي تسيبيه زي ما انا سبته كده برضو تمام. اهي معانا. ودلوقتي الحمص استوى، وهنوريكم بقى كوباية حمص بجد، يعني نفسي اقول لكم تعالوا دوقوها معايا. بصوا هو لسه انا جايباه من على النار حالا دلوقتي. بجد جميل. وفي الشتا بقى تدفي كده وانت قاعدة بتتفرجي على مسلسل، على فيلم عربي بقى، فيلم اجنبي. حطي كوباية الحمص وكتري في الدقة. مش قادرة اقولك الدقة يعني مع الحمص بجد جميلة جدا، واكننا خرجنا على الكورنيش.
هنا بقى اهو هنصب كده كوباية، والحمص مستوي وجميل عشان احنا طبعا نقعينه من بالليل. يعني انا نقعته من بالليل وعملته الصبح او العكس. تمام. هنصب هنا. بصوا الكوباية شكلها حمرها جميل ازاي. وكده وصلنا للاخر. وطبعا الدقة محدش يقول لا. وتابعونا على القناة عشان يوصل لكم كل جديد ومفيد مع حياة المطبخ مع رشا. آه بصوا بقى احنا هندوق وهقول لكم. بجد جميل جميل جدا. اتمنى تجربوه، واللي يجربه يكتب لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.